جرى اليوم بالرباط حفل تسليم السلطة بين سعد الدين العثماني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة وسلفه عبد الإله بن كيران. وفي كلمة بالمناسبة هنأ السيد بن كيران السيد العثماني على الثقة التي وضعها فيه جلالة الملك، مشيدا في هذا الصدد بخصال رئيس الحكومة الجديد. من جهته أكد السيد العثماني أن تكليفه برئاسة الحكومة يأتي في سياق دولي دقيق، معربا عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، موضحا أنه سيعمل على المساهمة في رفع رأس المغرب عاليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجرى اليوم أيضا حفل تسليم السلط بين الوزراء السابقين والوزراء الجدد الذين سيتولون مهامهم الجديدة بعدد من القطاعات. أمين سليمان. بمقر الأمانة العامة للحكومة جرى ظهر اليوم حفل تسليم السلط بين السيد محمد الحجوي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمينا عاما للحكومة وسلفه السيد إدريس الضحاك. السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ينصب هنا السيدة مباركة بوعدة كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري، وأيضا السيد حمو أحلي كاتبا للدولة مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات. وفي نفس السياق تسلم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان السيد محمد نبيل بن عبد الله من سلفه السيد إدريس مرون مسؤولية قطاع إعداد التراب الوطني، منصبا السيدة فاطمة الكحيل كاتبة للدولة مكلفة بالإسكان. السيد خالد الصمدي تسلم من السيد الحسن الدودي والسيدة جميلة المصلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ككاتب للدولة لهذين المجالين. السيد محمد حصاد الذي حضر هذا الحفل نصب السيد العربي بن الشيخ كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني. وبمقر وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء جرى حفل تسليم السلط بين السيد عبد القادر عمارة والسيد محمد بوسعيد الوزير بالنيابة. وبنفس المناسبة جرى تنصيب السيد محمد نجيب بوليف كاتبا للدولة مكلفا بالنقل والسيدة شرفت لدري أفلال كاتبة للدولة مكلفة بالماء. حفل آخر هم تسليم السلط بين السيد رشيد الطالبي العالمي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للشباب والرياضة وبين السيد خالد البرجاوي الوزير السابق بالنيابة. اليوم أيضا وبمقر وزارة الاتصال جرى حفل تسليم السلط بين السيد محمد العرج الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا للثقافة والاتصال وبين وزيرة الاتصال بالنيابة السيدة بسيمة الحقاوي. السيد الحسن الدودي يتسلم هنا خلال هذا الحفل من السيد محمد الوفا مهام تدبير الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. حفل آخر تم خلاله تسليم السلط بين السيدين عبد الكريم بن عتيق المعين وزيرا منتدبا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد أنيس بيرو، وبحضور وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي سيد محمد ساجد. تسلمت السيدة جميلة المصلي من السيدة فاطمة مروان منصب كاتبة الدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وبعد تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس كوزير للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تسلم السيد عزيز رباح مهام هذه الوزارة من السيد حفيظ العالمي الوزير السابق بالنيابة. وقد تم أيضا تنصيب السيدة نزهة الوفي ككاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة.